طبعا يا شباب دلوقتي هيحكموا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم كلكم، منورينا في معرض النادي الحمام المصري الشامي والانجليزي. احب اعرفكم بنفسي، انا اخوكم في الله احمد علي، واحنا اجتهدنا على قد ما قدرنا انا وعم رضا ان احنا نطلع حمام بمستوى كويس يليق بالمعرض ويليق باصحابه. فانا هقول لكم انا اخترت المراكز بناء على ايه، ولو اي حد من زمايلنا المشتركين شايف ان الفرد بتاعه كان احق بمركز ممكن يقدر يتناقش معايا واقدر اقول له سبب الاستبعاد علشان خاطر بعد كده يقدر يشتغل ويطور من الحمام بتاعه. تمام. هنبدا عندنا باول 3 حمامات في فئه البلومي. احنا اخترنا 3 مراكز. اخترنا مركز اول رقم 81. انا ممكن اعمل حاجه ثانيه. بعيد عن غايه الحمام، اي حاجه في الدنيا لما بنيجي نحطها بنقيمها في مراحل التقييم بنهتم ان بيبقى فيه بالبلدي كده سيمتريه، يبقى كل حاجه فيها تناسق من حجم الفرد لوقفته للنسبه والتناسب بين عظمه وجسمه، بين مستواه وعلوه من على الارض. كل الحاجات دي بتتحط في الحسبان، وفرد الحمام بيتقيم بدرجات. تمام. فممكن فرد يبقى لونه كويس قوي ودماغه كويسه قوي بس في نمر ثانيه توقعه. الحماميه اللي معانا دي ربنا يبارك يا رب لصاحبها. الحماميه ما شاء الله صحتها ممتازه، هي مش ما فيهاش اي حاجه تاثر على صحتها، هي تكوينها الجسدي كده. دي خدت معانا مركز اول، ربنا يبارك لصاحبها. تمام. عندنا مركز ثاني رقم 71. رقم 71 ما شاء الله ربنا يبارك لصاحبه. تمام. الفرد فيه نمر كويسه جدا تأهله ان هو هياخد المركز ده. من ما شاء الله لفتاة عينين للدوران بتاع الدماغ بتاعه لمستوى اللون. تمام. فما شاء الله ربنا يبارك لصاحبه ويملاه له بركه. تمام. عندنا رقم 3 رقم 77. احنا بنقول طبعا الارقام عشان صاحب الفرد يبقى عارف الحمامه بتاعته. تمام. ما شاء الله في نفس المواصفات. وليه دي خدت اول عشان تعتبر ارق حمامه فيهم. وبعد كده احنا لو بصينا على ال3 هنلاقي اضخم واحد رقم 3، اللي بعديه رقم 2، اللي بعديه رقم 1. فهي دي النمر اللي احنا اخترنا وقيمنا عليها. لو اي حد من الناس المشاركه في الحمام الاسود عنده اي استفسار او شيء